مساء الخير فرانسي. مساء الخير دكتور سيمرمان. ايه الاخبار؟ فراو سمحون بتقول ان الامه اصبحت لا تطاق. وهي اخبارها ايه؟ اللي انا متاكد منه انها ما نامتش طول الليل وما كفتش عن البكاء، وان كانت بتحاول اخفاء الحقيقه دي. هيلين، هانس، خفف الامه ارجوك، خفف الامه. كيف حال الهير سمحون الان؟ الامه فظيعه، رهيبه فرانس، رهيبه. هانس، انت جيت اخيرا. ازاي حال الاسد العجوز؟ بيتألم يا هانس والألم مروعة. حالا هيزول الالم. أنا مش من سنتين كنت اتبرعت ب500,000 مارك علشان أبحاث السرطان. تمام تمام يا ديفيد، تمام. طب عملتوا ايه بالفلوس دي؟ ليه مش بتحاولوا تخففوا آلام الناس؟ يا هانس. مورفين تاني يا هانس. يا زار اني بقيت مدمن. تفتكر يا هانس الحقنة دي هتعمل حاجة؟ اكيد اكيد. يظهر اني هروح العالم الاخر وانا مدمن. طب هقول لهم ايه هناك؟ هترتاح حالا، هترتاح. فاضل كتير؟ هيزول الالم حالا. قدامي قد ايه؟ ديفيد هيلين يا هانس، هيلين والاولاد. هبعتهم لك حالا. هيلين يا هانس من فضلك، انت عارف ان مفيش وقت. هيلين بسرعة يا هانس، بسرعة. انت بتودعني يا هانس؟ هيلين، هانس، الافضل تجيبي له حقن. خلاص قدامهم من 4 ساعات ل6 ساعات بالكتير. هتجيب الاولاد من المدرسه انا بفضل تجيبي له حقن. والولدين. هيلين الساعات اللي جايه هتبقى مؤلمه جدا جدا بالنسبه له. انا افضل الاولاد ما يشوفوش ابوهم في المرحله دي. ابقي هاتي الاولاد بكره. للاسف الامر خرج من ايدينا. هيلين، رغم حزنك اللي انا حاسس بيه الا انك لازم تعرفي ايه اللي هيحصل في الساعات اللي جايه. هيتألم اكتر؟ مرضى السرطان بيصابوا بحالة غيبوبة طويلة قبل الوفاة. يعني مش هيتعذب؟ اللي أنا أقصد أقوله إنه قبل المرحلة دي بيبقى فيه مرحلة هذيان. هذيان؟ خصوصا مع اللي ألمهم شديدة زي ديفيد. اطلعي دلوقتي، هو محتاج. وإذا جالكوا أصدقاء في إسرائيل يستحسن نبلغهم من دلوقتي. الأسماء والتليفونات عند فرانك. هانس، فرانس ممكن يتصل بتل أبيب بأصدقائه، لكن في صديقة أحب إنك أنت تبلغها بنفسك.
الصدمة هيكون عنيف جدا عليه. هي مين؟ سيرينا أهروني. سيرينا أهروني؟ تليفوناتها مع فرانس. اطلعي له يا هيلين، اطلعي له. دكتور يؤمر بحاجة؟ يظهر يا عزيزي فرانز ان احنا هنبلغ اصدقائه في اسرائيل. فرانز بيتكلم. يبدو ان النهاية قربت. دكتور سيمرمان هنا وطلب مني ابلغ اصدقاء هير سمحون في اسرائيل. وايه اخبار فراو سمحون؟ انت هتبات في بريمن الليله؟ اوكي، انا واولجا في انتظار مكالمه منك. شكرا فرانز. النهاية قربت. مسكينه هيلين، مسكينه.
أنا مش يهودي. حاول ترتاح، ارتاح. أنا مش بازي يا هيلين، ديفيد. واسمي الحقيقي مش ديفيد. الولدين ولادي، لازم يعرفوا حقيقتي، حقيقة أبوهم. أنا مش يهودي ومش إسرائيلي زي ما أنت فاهمة. أنا مصري ومصري. وعشان الولدين. ديفيد لسه شوية، لسه الهذيان. ديفيد لسه الغيبوبة. ديفيد هنزل كده. ديفيد هانز ديفيد هانز. فرولاين جوتر؟ فرانز، انت؟ انا جاي حالا. خلاص هيلين هتكون محتاجة لنا جنبها دلوقتي. روحي لهانتي وانا هخلص شوية حاجات وحصل. الو أولجا، امتى؟ شيء محزن فعلا. شكرا أولجا. بلغت الخسائر 17%. أعلنت الشركة إفلاسها. غالبا سيجتمع الدائنون يوم 19. أفندم. مساء الخير يا عزيز. لا أبدا، بس أنا عندي لك خبر محزن. 313. تعيش أنت. طب أنا جاي على طول.
رأفت الهجان؟ هو بالظبط يا فندم. ده عايز تعرف عنه ايه؟ كل حاجة، كل حاجة يا فندم، كل حاجة. 313 ده نصاب، انهي العملية ورجعه مصر. انا عايزه اخويا، هاتولي يا اخويا، هاتولي رأفت. عارف انت عاوز تعمل ايه يا عزيز؟ عارف. ده ضد كل القوانين والاعراف اللي معمول بيها في اي جهاز مخابرات في الدنيا. ما هو لازم حد فينا يكون جنبه وهو بيدفن. ممكن سالم الشرباجي يحضر الجنازه بشكل او باخر وهو عايش في هامبورج بقاله كام سنه. انا فكرت في ده، لكن لا عزيز، ما هو مش معقول رأفت الهجان بعد 20 سنة عاش في إسرائيل وادى مصر كل حياته يدفن من غير ما حد يصلي عليه صلاة الجنازة. مش معقول ومش ممكن. عزيز الجبالي مش ضابط صغير عشان يقوم بمغامرة خطيرة بالشكل ده. الغريبة انه مصمم يروح بنفسه. علاقتهم ببعض دامت سنين مش كده؟ 20 سنة. وانت رأيك ايه؟ انا رأيي ان عزيز قادر على تقدير موقفه. ايوه بس ده ضد قوانين الامن. عشان كده انا بقول اننا لازم نعمل مؤتمر. خلاص اعملوا مؤتمر، والقرار اللي هتاخدوه انا موافق عليه. الحجج دي كلها عاطفيه. صحيح ان رأفت الهجان خدم البلد واداها عمره، انما الفكره تبدو محفوفه بمخاطر بلا حدود. أنا حطيت خطة تبعد أي نوع من أنواع المخاطر. ما تنساش يا عزيز ان رأفت ده كان شخصية اسرائيلية مرموقة. ما أعتقدش إن أنا ممكن أنسى حاجة زي دي. انا مش قصدي، انا اقصد ان في احتمال ان شخصيات اسرائيلية معروفة ويمكن مندوبين على مستوى رفيع ممكن يحضروا الجنازة. أنا ما تهمنيش الجنازة. امال يهمك ايه؟ إن حد فينا يصلي عليه. رأفت عاش مسلم ومات مسلم، ده حقه علينا، حقه على البلد. هو في مشكلة لازم نتأكد منها الأول. هي إيه يا فندم؟ يا ترى مراته عرفت حاجة عن شخصيته الحقيقية؟ أنا أقدر أكد لسيادتك إنها ما عرفتش أي حاجة لحد اليوم اللي مات فيه. ايه اللي يخليك تتاكد من حاجه زي دي؟ أولاً تقارير المتابعة اللي أكدت إن هيلين سمحون كانت في حالة طبيعية جدا لحد يوم الوفاة. ثانياً رأفت نفسه، هو ده رأفت الهجان. يفضل احتمال انه قال لها يوم وفاته؟ الاحتمال قائم طبعا. طيب الخطة اللي انت حطيتها محتاجة الوقت قد ايه؟ أنا بعت رسالة شفرية لسالم الشرباجي في هامبورج عشان يبدأ التنفيذ. جهزت الباسبور؟ جاهز من نص ساعة. والعملة صعبة؟ أنا هطلع على حسابي، مش لازم الدولة تتحمل مصروفات علاقة خاصة. طب الجنازة امتى؟ غالبا بكرة. حجزت التذاكر؟ أنا ممكن أوصل ديسلدورف الساعة 4 العصر، ومن هناك أخد طيران داخلي لحد هامبورج، ودي ممكن أوصل لها في حدود الساعة 7 مساء، وسالم هيكون في انتظاري. والطيارة هتقوم الساعة كام؟ بعد 2:40 دقيقة. الرحلة هي 54 المنتهية إلى لندن، باب الخروج رقم 8. وبالشكل ده سيادتك تقدر تصلي عليه صلاة الجنازة وانت مطمئن. عظيم. انا قلت انه من الافضل ان سيادتك تنزل عندي بعيد عن اللوكندات احسن. كده افضل. ودلوقتي ادخل نام لك كام ساعة
لانك هتصحى بدري جدا. كل حاجة جاهزة؟ كل شيء تمام، رغم ان اللي سيادتك طلبته وفي المدة البسيطة دي كان مستحيل بكل المعاني. ده صحيح، لكن بالنسبة لك انت يا سالم مفيش مستحيل. تفتكري ايه تفسيرك للحالة اللي فيها هيلين دي؟ في الأول أنا قلت عندها انهيار كامل، لكن مش عارفة أقول إيه بالظبط. أنا من ساعة ما شفتها امبارح بعد الوفاة بساعة كانت فيها حاجة غريبة محيراني، حاجة غير الحزن. عاوزة تقولي إيه؟ سيرينا، أنت عارفة إن هيلين صديقتي من قبل ما تعرف ديفيد بسنين طويلة. ديفيد حكى لي كل حاجة. هيلين حزينة جدا، كلنا عارفين هي كانت بتحب ديفيد إزاي وقد إيه. هو كمان بالتأكيد. مع الحزن في حاجة غريبة يا سيرينا، حاجة غريبة. حاجة زي إيه؟ مش عارفة ومش قادرة أتكلم مع حد. ولما عرفت إنك جاية وعرفت إنك صديقة ديفيد قلت أكيد هلاقي عندك تفسير. وليه ما سألتيهاش؟ سألتها طبعا. وقالت لك إيه؟ ما قالتش حاجة، بصت لي بصة غريبة، عينيها كانت تايهة زي ما تكون مش عارفة. لازم تعرفي إن حياة المرحوم ديفيد ما كانتش حياة عادية بكل المعاني. هو كمان ما كانش إنسان عادي. أنا خدت من وقتك كتير وإنتي لازم ترتاحي. الجنازة الساعة كام؟ ما تقلقيش، هبعتلك العربية الساعة 7:30. تصبحي على خير. تصبحي على خير. هيرت شيفر، أنا مش محتاج أقول لك إن المسألة على أكبر قدر من السرية، لأنك بالتأكيد عارف اليهود ومذاهبهم وطقوسهم الدينية. سيدي، أنا ثقتي في فرانز مدير بيت المرحوم ديفيد شارلي سمحون لا حد له، فوق إن ولاؤه للمرحوم ديفيد شارلي سمحون كان عظيم. ويا ترى هو فهم المسألة؟ بالتأكيد، لأنه عارف إن المرحوم ديفيد شارلي سمحون كان متدين للغاية. تصور امبارح بالليل وانا بقول له ان المرحوم ديفيد شارلي سمحون كان بيتبع مذهب معين في الديانة اليهودية، قال لي انه عارف المرحوم ديفيد شارلي سمحون كان مهتم بعلم الأديان. علم الأديان؟ كان دايما يشوفه وهو بيقرأ في كتاب المسلمين المقدس. وعرف ازاي ان ده كتاب المسلمين المقدس؟ في يوم سأل فراو سمحون، قالت له ان الكتاب اللي كان بيقراه المرحوم ديفيد شارلي سمحون هو القرآن. ايوه اسمه كده القرآن. انا واثق. وانا برجو ان نيافة الحاخام هيلاقي كل مساعدة منك ومن فرانس. انا فهمته ان المذهب اللي كان المرحوم ديفيد شارلي سمحون بيتبعه في الديانة اليهودية له طقوس خاصة وصلوات معينة، وان احد اصدقائه من حاخامات اليهود وصل مخصوص من اسرائيل علشان يقيم عليه صلواته. وفهمته ان الحكاية دي لازم تكون سرية تماما، واحترام الاديان والعقائد الدينية لازم يكون في المقام الاول من تفكيرنا. عظيم. وأنا بصفتي مساعد للهرجنشر أكبر حانوتي في مدينة بريمن تعرضت لكتير من الأسرار في حياة أسر مدينتنا، والكل
يضع ثقته في شخصي تماما. عشان كده سوف تنفح مبلغ محترم من المال عندما تتم المهمة على خير وجه ودون مشاكل. هو نيافة الحاخام جاهز؟ بعد دقايق هيحصلك في السيارة. وأنا هكون في انتظاره. نزل. كل حاجة هتبقى آخر تمام. وانت هتكون فين؟ على بعد أمتار منك. طب يلا بينا. هو سيادتك متأكد إن كله تمام يا فندم؟ أيوه. هو سيادتك عرفت ديفيد من زمان؟ 20 سنة. بعيد عن بلده. صباح الخير يا فرانز. صباح الخير يا ريتشفر. هل هذا هو السيد؟ رجل دين تقي لم يكف عن الصلاة منذ ركب السيارة حتى هذه اللحظة. كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. تفضل يافت الحاخام. أنا مش محتاج أقول لك بلاش تزعج فراو سمحون. تفضل يافت الحاخام. أنت شربت قهوة الصبح. أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا شايفة إن ده أمر طبيعي مفيش فيه أي غرابة. فراو سمحون كانت متعلقة بالهير سمحون بشكل غير عادي. صباح الخير فرانس. صباح الخير فرولاين هوفمان. في جديد النهارده؟ لا جديد. لسه في اوضه المكتب؟ ومش عاوزة أي حد يزعجها. أنا مش يهودي ومش إسرائيلي زي ما أنت فاهمة. أنا مصري ومسلم. هيلين، ضعي ثقتك في هيلين، ضعي ثقتك فيه. في مين يا ديفيد؟ في مين؟ اسألي عني. جهاز المخابرات المصري. لحظة من فضلك. ادخل. صباح الخير فراو سمحون. صباح الخير أولجا. انا اسفه ما قدرتش اقطع عليكي خلوتك، لكن فراو أهروني وصلت وفي انتظارك تحت. والأولاد في اوضتهم ومعاهم ليندا والمربيه. والضيوف كلهم عارفين بميعاد الجنازه بالظبط. والعربيات هتكون عندهم في الميعاد. في كم واحد وصل من إسرائيل؟ 7 غير فراو أهروني، منهم 2 مندوبين على الهيستدرات. في أي حد غير أفراد الأسرة؟ مدير شركة أدرياتيك للسياحة وصل من روما حوالي نص الليل ورفض أي نوع من أنواع الضيافة وقال إنه عارف البيت كويس. أنطونيو سانتيني. والحنوتي بلغناه بكل رغباتك، وأنا سألت فرانس دلوقتي عن اللي تم. قال لي إن مساعد الهير جينشر موجود بنفسه دلوقتي عشان بعض الترتيبات النهائية قبل الأصدقاء ما يودعوه. أوكي أولجا، أنا نازلة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
نويت أصلي صلاة الجنازة. الله أكبر. حلم. سيرينا. قول لصاحبك يسرع بالله عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة يا رافت. لعل نيافة الحاخام انتهى من صلواته. الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت حريص جدا إن محدش يزعج نيافة الحاخام. شكرا. وأحب أقول لنيافتك إن بعض مواطنيك وصلوا من إسرائيل حالا، ويقال إن فيهم وفدا رسميا جاء لوداع الفقيد. أكيد. الفقيد كان رجلا عظيما. تفضل تفضل نيافة الحاخام. وداعا ليجب، وداعا يا حبيبي، وداعا يا أحب الأصدقاء. شراء سامحوني، لعلنا لم نلتقي من قبل، فلم يسعدني الحظ أن ألتقيك بالصعود، ولكني كنت شريكا للمرحوم لفترة طويلة، ولا زلت صديقا له حتى الآن. السيد جدعون شبكها. أقدر هسكدرون.
ورئيس الوفد اللي جاي يودع المرحوم. أشكركم على حضوركم وعلى تحملكم مشقة السفر. لم يكن العزيز ديفيد شخصية إسرائيلية عادية، بل كان بالنسبة لوطنه ومواطنيه بطلا أعطى منذ شبابه الأول الكثير، بل ربما أعطى كل شبابه من أجل إسرائيل لكي تقوم ولكي تبقى.